بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خوتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. غادي نتشارك معكم اليوم حريشات صغار في الفرن بالفينو، ما فيهمش سميدة وما فيهمش كذلك الدقيق الأبيض. حريشات اللي كيجيو غزالين، محمرين مقرمشين من برا ورطبين من الداخل، ومكونات بسيطة جدا وكيجيو شهوة منهم ما تشبعوش منهم. فبقاو معايا ما تمشيو فين نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله. بسم الله. بالنسبة للمقادير عندي هنا 2 كؤوس من دقيق الفينو أو ما يعرف بالدقيق الصلب الناعم جدا. كذلك عندي رشة ملح لتصحيح الذوق، 2 حبات بيض متوسطة الحجم بدرجة حرارة المطبخ، نصف كأس من سكر سنيدة أو سكر حبيبات، ويستحسن تكون ديك سنيدة لنوعية رقيقة، نصف كأس من الزيت النباتية، كأس من الكوك أو جوز الهند، ويستحسن يكون الكوك اللي كيكون ميدم ورقيق، ما تستعملوش أخواتي الكوك اللي ناشف. عصير نص حامضة، إلا كان عندكم الحامض ناشف استعملوا عصير حامضة كاملة. القشر ديال الحامض محكوك. وأخيرا عندي خميرة الحلويات أو باكين بودر من وزن 8 غرام. هادو هما المكونات. ندوزو الآن للطريقة بإذن الله تعالى. بسم الله. في إناء وضعت رشيشة ديال الملح وزدت 2 حبات بيض. غادي نحاول نخلط هاد العناصر مع بعض غير بالخلاط اليدوي. العملية سهلة وسريعة وكيوجدوا فرمشة عين. ضفت كذلك نصف كأس من سكر سنيدة أو سكر حبيبات. بالنسبة للأخوات اللي كيبغيو الحلاوة شوية زايدة يديروا كتر، يديروا كاس لاروب، ولكن هو راه نص كاس كيجي الحلاوة الحد في القد. خلطت كذلك العناصر وضفت نص كاس من زيت نباتية، ودائما مستمرة في الخلط فقط بالخلاط اليدوي. غادي نسم الحريشات ديالي بالقشر ديال الحامض محكوك. اللي ما بغاتوش دير القشر ديال البرتقال او لا ممكن تعوضوا كذلك بسكر فانيلا، غير هو بالحامض كيعطي واحد النكهة وواحد المذاق رائع ومميز، وهما كيطيبوا كتشم واحد الرائحة رائعة ومميزة كذلك. صافي اخواتي، كيف ما شفتوا معايا هنايا ضفت العصير ديال الحامض ما يعادل واحد 2 معالق كبار من عصير الحامض. خلطت العناصر وضفت كاس ديال جوز الهند او الكوك، يكون نوعية جيدة ويكون ميدم. ما تستعملوش البنات اللي ناشف، حيتاش الا استخدمتوا هذاك الكوك اللي ناشف راه غادي ينشف لكم الحريشات ديالكم، وكيف كتعرفوا راه كيمتص السوائل يعني بسرعة، وبالتالي الحريشات ديالكم ما غيجيوش رطبين، غادي يجيو ناشفين من الداخل. خلطت العناصر مع بعض وبديت بإضافة الفينو، وكيف ما شفتوا غادي نضيفو غير يعني بدفعات، ما غاديش نجي ونخوي الكمية دفعة واحدة. ضفت كذلك خميرة الحلويات أو باكين بودر 8 غرام، وغادي نخلط هاد العناصر مع بعض. ما غاديش نكتروا الخلط بزاف البنات، غير حركة بسيطة ونتوقفوا. عاوتاني نرجعوا نضيفوا كمية أخرى من الفينو. غنبقى مستمرة هكذا حتى نتحصل على القوام المطلوب. ما تكتروش البنات، ما تضيفوش الفينو من الدقة الأولى حتى تشوفوا القوام ديال الخليط. بالنسبة ليا دخلوا لي هنايا 2 كؤوس من الفينو. الكاس المعتمد هو الكاس ديال العنبة. صافي اخواتي، غادي نخلط هاد العناصر حتى تمتزج مع بعضها. وهنايا غادي نستعمل اليد، ما غاديش نعجن، غير غنجمع، غادي نلم ديك العجين فقط. انا هنا استعملت اليد غير باش نوريكم القوام ديال الخليط. ممكن تكملوا غير بهذاك الخلاط اليدوي بلا ما تستعملوا اليد ديالكم، انا غير بغيت نقربكم من الصورة اكثر. هذه هي لا تكستور ديال الخليط ديالي، خفيف، خليط رخو وكيلتصق بالايدي. غادي نخليه على جنب غير واحد 2 أو 3 دقائق ونرجع معكم. خديت واحد الطبيصل وضعت فيه كمية بسيطة من الكوك أو جوز الهند، وغادي نضيف ليه واحد المعلقة ديال السكر سنيدة أو السكر حبيبات ونخلطهم مع بعض.
هاد السكر اخواتي كيعطي لهاد الحريشات واحد التقرميشه رائعه، وكذلك كيجيبهم واخدين واحد اللوين محمر ذهبي شهوه منهم. غادي ندوز الان نشكل الحريشات ديالي. كيف ما شفتوا راه الخليط مازال رخو، ولكن في نفس الوقت ما كيلتصقش باليدين. كنشكل كويرات وكنحطهم على وجههم في الخليط ديال الكوك والسكر. بالنسبه للحجم ديال الكويرات نتوما واللي بغيتو، واش بغيتو الحريشات ديالكم كبار او لا صغار، المهم على محل 25 غرام راها مناسبه. انا درت غير عيني ميزاني، هاد المره درت الحجم متوسط، جا مناسب وكذلك عاطل العين وجاو مزيونين. غادي نستمر هكذا كنشكل كويرات ونحط في الكوك حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونرجع معكم. صافي اخواتي، هنا غادي نبدا كنفند الوجه. انا فندت الوجه فقط في هذا الكوك غير بالمهل هكا، وكنهز ديك الكويره ونعوضها هكايا في يدي، نعطيها ديك الشكل دائري، وغادي نبدا كنستف في واحد الطاوه اللي مفرشه بورق الطبخ. كيف ما قلت دائما الحجم كيبقى لكم الاختيار. هنا فاش كنفندهم نفند الوجه ديالهم في الكوك، راه ما كنبسطهمش بيدي، كنخليهم كيف ما هما. فقط الا شفت شي وحده تعوجت ليا فاش كنكون كنقيسها، راه كنقادها شويه، كنقاد لها يعني الشكل ديالها وصافي، راني ما كنقرصهمش من الفوق. غادي نستمر اخواتي هكذا حتى نكمل هاد الكميه كامله ونفندها كامله. نصيحه ما تخليوهمش يتشربوا بزاف البنات، حيت قد ما خليتوهم كيتشربوا هذاك الكوك كيمتص السوائل، وبالتالي الحريشات ديالكم غيجيوكم لداخل ناشفين، وغادي يجيو حتى قاصحين في العضه ديالهم. 2 دقائق 3 دقائق غير الجهد اللي يبداو كيتكوروا لكم وما كيلتصقوش، صافي نبداو نشكلوهم. كيف ما كتشوفوا البنات العمليه سهله. كملت الكميه المتبقيه من الخليط، شكلتهم كويرات، دوزتهم في الكوك والسكر، وهنا كنستفهم في واحد الطاوه، وضروري ما نخليو بيناتهم واحد المسافه باش ما يلتصقوش لينا، وباش يعني يتحمروا من جميع الجوانب. غادي نستفهم كاملين البنات ونرجع معكم. بالنسبه للكميه اللي عطاتني 14 الحبه، انا درتهم شويه صغار ما كبرتهمش هاد المره. 14 الحبه تقدروا تحصلوا على 12 الحبه الا كبرتوهم كبر من هادو، كيبقى لكم الاختيار نتوما. في هاد الاثناء عندي الفران مشعول على 180 درجه، النار من الفوق ومن التحت، يعني ضروري ما ندخلوهم للفرن اللي يكون مسخن قبل. غادي ندخل الطاوه اخواتي للفران كيف قلت لكم، النار من الفوق ومن التحت 180 درجه. غادي ندير لهم بحال الطياب ديال البهله، بمعنى الطاوه غادي تكون قريبه للجهه الفوقانيه، يعني الطاوه غادي تكون قريبه للنار باش يتشققوا لي كيف ما كتشوفوا هنايا. ضروري هاد الخطوه البنات ما تحطوهمش لتحت، حطوهم في الجهه الفوقانيه، النار فوق الوجه ديالهم حتى يتشققوا لكم بهذا الشكل هذا ويبداو ياخذوا ديك اللوين ذهبي. انا صراحه خليتهم في بلاصتهم، يعني طابو الفوق، طابو من التحت ومن الفوق في نفس البلاصه، ما وليتش هبطتهم من التحت باش يطيبوا من التحت. هنا اخواتي خرجت الطاوه من الفرن، وكيف كتشوفوا راه كيجيو محمرين ما شاء الله، واخدين ديك اللوين ذهبي. كذلك سر من اسرار نجاح هاد الحريشات، ما تفوتوش فيهم الطياب، ما تفوتوش فيهم الطياب وما تعطيوهمش يعني العافيه مجهده، حيت غادي الا عطيتوهم عافيه مجهده غينشفوا لكم وغيطيبوا يعني بسرعه من برا، ومن الداخل غيبقاو معجنين. 180 درجة جد مناسبة أخواتي، وما تفوتوش فيهم الطياب باش يجيوكم هكاك طريين ورطبين من الوسط. بعد ما استفتهم في الطبق ديال التقديم، هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالي. غادي نقطع معكم وحيدة باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. حريشات اللي رائعين البنات صراحة، يستحقوا التجربة، وكياخدوا منا وقت إعداد الشاي فقط. من الداخل كيجيو رطبين معلكين وهشاش مسمدين، واخا ما دايرينش فيهم السميده، يعني غير هذاك الكوك كيجيبهم هشاش ما شاء الله. شوفوا معايا هنايا شحال طريين رائعين البنات. غير النصيحه اخواتي اللي نقدر نقدم لكم هي الالتزام بالمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه ليا فاش شتوني كنستعمل يدي راه ما كندلكش، يعني غير جمعت الخليط غير بالخف، راه الا دلكتو غيجيوكم لداخل معجنين وما غيجيوش طريين. الى هنا غنقول لكم بسلامه، تهلاو لي فراسكم، فيديو اخر.